تحدي بسيط بين الأصحاب ممكن يغير حياة واحد منهم للأبد، وده اللي حصل لسام بالارد، شاب استرالي عنده 27 سنة. عمل تحدي مع أصحابه وبسببه مات في السن الصغير ده بعد 8 سنين من التحدي، وفضل طول ال8 سنين بيعاني معاناة شديدة مع المرض. هنتعرف النهاردة على قصة سام بالارد ومعاناته مع المرض بسبب التحدي اللي عمله. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معكم رانيا ماجي ودي قناتكم براند. السلام عليكم. سام بالارد عنده 19 سنة من سيدني في استراليا. لاعب كرة قدم أمريكية الرجبي، وهي لعبة معروف إنها لعبة عنيفة، فهو كان قوي وكان بيتقال عليه لا يقهر. في سنة 2010 كان موهوب ومشهور وبيعيش أسعد لحظات حياته لأنه بدأ يحقق أحلامه، ولكن في حفلة من الحفلات اللي كان بيروحها مع أصحابه وكانوا بيهزروا ويشربوا لحد ما شافوا قدامهم حلزونة صغيرة ماشية على الأرض، وتحدى أصحابه بعضهم مين يقدر ياكل الحلزونة دي. Sitting over here having a bit of a red wine appreciation night, trying to act as grown-ups, and a slug came crawling across here, and then the conversation came up, you know. في منهم شافوا إن التحدي ده مقرف ومقزز ومرضوش يعملوا التحدي، لكن سام بالارد حب يبين لهم شجاعته وإن دي حاجة بسيطة، وبالفعل أخد الحلزونة من على الأرض وبلعها، وكل أصحابه فرحوا بيه لأنه كسب التحدي. فهم ما كانوش عارفين نتيجة التحدي ده هيكون إيه، لأنهم شايفينه حاجة بسيطة. وسام ما كانش يعرف إن اليوم ده كان اللحظة الحاسمة في حياته، وإنه بقبوله التحدي حياته كلها هتتقلب، وتحولت حياته الجحيم لمدة 8 سنين. أول ما بلع الحلزون كان كل حاجة تمام ومفيش حاجة حصلت، ولكن لما روح بدأ يحس بدوخة وقيء، وتاني يوم بدأ يحس بوجع في رجليه. ولما ساءت حالته وحس بالضعف الشديد نقلته والدته للمستشفى. لما وصلوا للمستشفى كانت والدة سام كاتي بالارد خايفة إن يكون ابنها مصاب بمرض التصلب المتعدد، وهي حالة أثرت على والده، لكن الدكاترة أكدوا لها إن الموضوع مش كده. وقتها سام قال لأمه إنه أكل حلزونة، ولكنها ردت عليه وقالت له لا أحد يمرض من ذلك. ولكن بعد كده اتعرف إن سبب المرض اللي حصل لسام بالفعل كان بسبب أكله للحلزونة. بعد ما الدكاترة بدأوا يشوفوا إيه سبب تعب سام وعملوا تحاليل، لقوا إنه سام أصيب بمرض رات لانج وورم أو دودة الرئة الفئرانية، وهي حالة بتسببها دودة طفيلية بتبقى موجودة عادة في الفئران والقوارض عامة، ولكنها ممكن تتنقل للرخويات والقواقع لو أكلت فضلات الفئران، ولو اتاكلت وهي نية ممكن تنقل المرض. وحظ سام إن الحلزونة اللي أكلها كانت بتاكل فضلات الفئران، ولما أكل سام الحلزونة الحية اتنقلت ليه الدودة دي، لأن الحلزونة كان فيها يرقات دودة الرئة الفئرانية. وفي معظم الحالات مرض دودة الرئة الفئرانية كان بيسبب أعراض خفيفة بس، وبيخف معظم الأشخاص اللي بيصابوا بالمرض ده في خلال أيام أو أسابيع، ولكن في حالات نادرة الأعراض فيها بتكون أخطر، فالدودة بتخترق فيها البطانة الداخلية للجهاز المعوي وبتروح للكبد والرئتين وبعدها للجهاز العصبي المركزي، وده اللي حصل مع سام. واتدهورت حالة سام بشكل مأساوي ودخل في غيبوبة طويلة وما فاقش منها إلا بعد أكتر من 420 يوم، يعني فضل في الغيبوبة حوالي سنة وشهرين. في سنة 2011 كتبت والدة سام على صفحتها على الفيسبوك: ابني كان قوي ولا يقهر في لعبته المفضلة، وأأمل أن يتمكن سام من المشي مرة أخرى. كانت بتتمنى إن ابنها يقدر يرجع يمشي تاني، ولكن مع طول مدة مرض سام بدأت تفقد الأمل ده. وأخيرا فاق سام من الغيبوبة، بس صح منها شخص مختلف، لأنه جاله عدوى في المخ وحصل له شلل نصفي، فالمرض خلاه مشلول من تحت رقبته لحد رجليه، وكانوا بيأكلوه عن طريق أنبوبة في زوره، وكان بيعاني من نوبات كتير، وفضل في المستشفى 3 سنين. وبسبب شلل سام كان بيحتاج لرعاية على مدار 24 ساعة طول 7 أيام في الأسبوع، وكان في أوقات بيحتاج 2 يتابعوه مش 1 بس. وبعد 3 سنين من العلاج والتحاليل والأشعات أخيرا خرج من المستشفى. خرج سام نجم الرجبي اللي كان الكل بيتوقع له مستقبل باهر ومسيرة هايلة في اللعبة، خرج على كرسي متحرك من غير ما يقدر يمارس اللعبة أو حتى يمارس أي نشاط رياضي تاني، ولا حتى يمارس الحياة نفسها بصورة طبيعية. فهو ما كانش بيقدر يتكلم ولا يتحرك،
ومع تمارين كتير قدر بس يحرك إيده علشان يشغل بيها الكرسي المتحرك. ولكن على النت بدأ ناس كتير تهاجم أصحاب سام ويتهموهم بأنهم السبب في اللي حصل له، وأنهم المفروض هم اللي يتحملوا مصاريف رعاية سام. لكن أم سام كاتي بالارد قالت إنها مش بتلوم أصحابه ولا بتلومه هو، ولكن الأولاد كانوا مجرد أصحاب معاه في الليلة المصرية دي، وإنها ما تقدرش تحملهم مسؤولية الغلطة دي، فهم كانوا بيهزروا ويلعبوا وما كانش قصدهم حاجة، وهم أصحابه فضلوا جنبه وبيزوروه على طول. ولكن مرض سام مرض خطير، وإن الحادثة دي دمرت سام ودمرت الأسرة كلها، فهو غير حياة سام وحياتهم للأبد. وواحد من أصحاب سام جيفي جالفين لما راح له المستشفى وشافه لأول مرة قال له أنا آسف إني ما منعتكش من أكل الحلزونة. وسام وقتها ما قدرش يعبر عن اللي جواه من اللي حصل له، كل ده بسبب الحلزون، واتأثر وبكى. وصاحبه مايكل شيسبي قال إنه لما شاف سام في المستشفى كانت صدمة كبيرة له، لأنه لقاه كان هزيل ومتوصل بالأجهزة والكابلات في كل مكان. ولكن صحابه ما تخلوش عنه أبدا، فكانوا دايما بيزوروه ويتفرجوا على ماتشات الرجبي مع بعض. وقدر فريق بالارد في البداية إنهم يجمعوا فلوس لدفع تكاليف رعاية سام، لأن سام زي ما قلتلكوا كان محتاج رعاية متواصلة، وأهل سام ما قدروش على التكاليف دي كلها. ولكن الفلوس برضو ما كانتش كافية، لأن تكاليف سام كانت كبيرة جدا. Watch the footy, watch the rugby. I try and keep it matey and fun still and try and do as many as the same things as we used to do. وفي سنة 2016 قدمت أم سام طلب للبرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS، وتأهل إنه ياخد 492,000 مصاريف لرعاية سام. ولكن بعد سنة من الموافقة في أكتوبر سنة 2017 المنظمة قللت المبلغ ل 135,000 بس، وما قالوش أي تفسير عن سبب التخفيض ده إيه. والتخفيض ده خلى عائلة سام مديونة بسبب التكاليف الكبيرة لعلاج سام والمتابعة والتمريض. ولما بدأ وسائل الإعلام تتكلم عن موضوع تخفيض التأمين لسام ومع ضغط كاتي بالارد، في النهاية اتلغى القرار ورجع تمويل سام زي ما كان 492,000. و NDIS قالوا إن اللي حصل ده كان بسبب غلطة مش بسبب تغيير في السياسة. وقدم واحد من أصحاب سام رسالة للشباب في برنامج بأنهم يكونوا حذرين من اللي بيعملوه، لأن ممكن بسببها تحصل كوارث. There'll be lots of young people watching this, young boys in particular, and when there's drinking games, a bit of larrikinism. What would your message be to them? Just take care of your mates, and before you jump off a roof into a pool, or if you're daring your mate to eat something stupid, just think about it, because it can have the worst consequences, not only on your mate, their family and the rest of your friends, the rest of your life. ومع الرعاية اللي استمرت لسام، ولكن المضاعفات الصحية اللي واجهها سام خلال ال8 سنين كانت كبيرة وأثرت عليه تأثير كبير، ومات في نوفمبر سنة 2018 وهو عمره 27 سنة بس. وكل ده بسبب تحدي سخيف بينه وبين أصحابه. قضى 8 سنين في معاناة كبيرة وانتهت بموته، وآخر كلمة قالها لأمه أنا أحبك. وكده خلصت قصتنا النهاردة عن سام بالارد اللي بسبب تحدي مع أصحابه دمر حياته. عرفوني رأيكم في التعليقات، هل التحديات بين الأصحاب تستحق إن حد تدمر حياته بالشكل ده؟ ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.